بدعوة من الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، شرع السيد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى دولة قطر للمشاركة في فعاليات النسخة 9 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026. وكان في استقبال السيد الفريق أول لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولية اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى جانب سفير الجزائر لدى دولة قطر السيد صالح عطية. وخلال هذه الزيارة سيجري السيد الفريق أول لقاءات مع عدد من المسؤولين القطريين سيتم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون العسكري الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. خلال اليوم الثاني من زيارته إلى دولة قطر الشقيقة، حضر السيد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مراسم الافتتاح الرسمي لفعالية الطبعة 9 لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026. عقب نهاية مراسم الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة العالمية التي أقيمت تحت إشراف سمو أمير دولة قطر، طاف السيد الفريق أول والوفد المرافق له ببعض أجنحة المعرض، حيث عاين عن كثب العتاد والمعدات المعروضة على غرار الأسلحة ومنظومات الأسلحة عالية التقنية. واستمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها القائمون على الأجنحة. السيد الفريق أول خص باستقبال من قبل معالي الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث أعرب السيد الفريق أول لمضيفه عن جزيل تشكراته على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما استعرض السيد الفريق أول مجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشي البلدين والذي يعرف زخما كبيرا في ظل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مداه المأمول. من جهته أشاد معالي الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني بالمستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين. وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية. كما كان للسيد الفريق أول لقاء أخوي مع الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، أين تناول الطرفان حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تطويره إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تربط بين الجزائر وقطر والارتقاء بها إلى تطلعات قائدي البلدين الشقيقين. بهذه السانحة نوه السيد الفريق أول بالعلاقات الجزائرية القطرية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة دفعاً قوياً وحركية متميزة. من جهته أشاد رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بمستوى علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للسيد الفريق أول على تلبية الدعوة. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.